المذيع عمرو الليثي كان منزل منشور بيدعي فيه البنات اللي هم توفوا في حادث المنوفية الشهير. ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم. لكل الناس سمعت عنه، كان حادث مؤلم جدا جدا جدا، وراح فيه ضحيته 18 بنت وكمان السواق اتوفى. وكان حادث فعلا مؤلم جدا، ربنا يرحمهم. فكتب ايه في البوست؟ كتب: اللهم ارحمهم رحمة واسعة واسكنهم فسيح جناتك يا رب. اللهم انزل على قبورهم السكينة والسرور ونور قبرهم واجعلها روضة من رياض الجنة. يا رب صبر أهلهم وأنزل عليهم السكينة من عندك يا رب. ونزل صور البنات اللي اتوفوا في الحادثة، والحادثة فعلا كانت مؤلمة جدا وصعبة جدا بشكل كبير يعني، لدرجة ان هم لما جابوا الجنازة بعد كده والدفنة بتاعتهم كان باين جدا. يعني اهاليهم كانوا متاثرين بشكل كبير جدا، وكانوا فعلا زعلانين بطريقه فظيعه، لان في منهم كمان يعني ناس، في منهم واحده سيده كان عندها 2 توأم، والبنتين التوأم دول اتوفوا في الحادثه. واحده تانية كان عندها بنت واحده كانت جايباها بعد سنين طويله وتوفت في الحادثه. وفي برضو حد تاني كانت واحده خلاص بتجهز لفرحها، كان خلاص فاضل اوقات قليله قوي على فرحها وتوفت. فكان الموضوع صعب جدا، وكمان أصعب على الأهالي فعلا، يعني ربنا يرحمهم ويغفر لهم. بس في واحدة بس هي اللي نجت من الحادثة، وكانوا مصورين معاها من شوية. وقالت ان انا وقت الحادثه انا مش فاكره اي حاجه خالص حصلت، لان انا جالي زي اغماء. يعني فاكره كنت بتكلم مع صاحبتي او بنت خالتي كانت قاعده جنبي، وفجاه جالي اغماء، حاله اغماء لما حصل الحادثه. فما حسيتش باي حاجه غير ان انا بعد كده بقيت اصحى اسمع سمعت صوت دوشه حواليا بعد ما يعني حصل الحادثه. فبدات ان انا اسمع صوت دوشه حواليا، لكن كل اللي حصل فتره الحادثه دي ما كنتش حاسه باي حاجه، كنت زي ما اكون في غيبوبه، يعني كانت في غيبوبه فعلا. وقالت بعد كده رحت في غيبوبه تاني بقى لما ركبت عربيه اسعاف بقى، ما حسيتش بنفسي وما حسيتش باي حاجه خالص. فقالت مع الاسف مش فاكره اي حاجه خالص من الحادثه حصلت. كان الناس بتسالها بتقول لها ايه اللي حصل وكده، قالت لها مش فاكره اي حاجه. ويمكن دي ساعات بتكون من رحمة ربنا ان بني ادم يحصل له كده في وقت الحادثة. لان هي لو كانت مستوعبة اللي حاصل او ما كانش حصل لها حالة الاغماء دي وكانت فايقة، ممكن كان يحصل لها يعني أزمة كبيرة جدا، بسبب اللي كانت ممكن تشوفه في الفترة دي. الموضوع مش صعب، مش سهل أبدا إن هي تشوف ناس قدامها بتموت، أو حادثة تكون صعبة زي كده. فساعات بتكون من رحمة ربنا بيهم. ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويدخلهم الجنة يا رب.